أهلا بحضراتكم مرة تانية. طبعا لاحظنا أن رقة الكلمات يعني فيها رقة، فيها رومانسية وفيها بساطة في نفس الوقت. دي تركيبة عبد السلام أمين. دلوقتي ضفنا الناقد الفني والباحث في التراث الفني المصري الأستاذ خطاب معوض. أهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك. ونورتنا في موسيقى الجيل. النور نورك فندم. أهلا. لو اتكلمنا بقى على محطات عبد السلام أمين اللي هي كتير جدا نتيجة لتنوع المجالات اللي دخلها بأعماله وبشعره الغنائي، يعني مسرح، أعمال الأطفال، أوبريتات، أفلام، مسلسلات إذاعية وتلفزيونية، أعمال تاريخية، يعني كان في تنوع. فلو اتكلمنا بقى عن البداية ونقول أول محطة عند عبد السلام أمين وهي نشأته، وازاي ان هو نشأ في أسرة فنية أثرت على فنه وتاريخه في الغنى والشعر. بداية الفنان، يعني أنا بسميه الفنان الكبير عبد السلام أمين، لأن هو كان شاعر وكان كاتب ومؤلف. كتب في مجالات عديدة جدا في الفن، ما خلاش حاجة إلا وكتب فيها يعني. فهو كان من أسرة فنية زي ما حضرتك قلتي، بتنتمي لمحافظة كفر الشيخ، وتحديدا في مدينة بيلة أو إحدى القرى تبع بيلة. اتولد عبد السلام أمين. بعض المصادر بتقول انه اتولد في 1 يناير 1936، لكن بنته الأستاذة ميسة أكدت ان هو اتولد يوم 3 ديسمبر سنة 1936 في بيلة بكفر الشيخ. تمام. عبد السلام أمين بدايته كانت بداية دينية، نشأة دينية. التحق بالأزهر الشريف بعد ما حفظ القرآن الكريم في سن 7 سنوات. حفظ القرآن كله في سن 7 سنوات. بعد كده التحق بالأزهر الشريف وتلقى تعليم ديني أزهري. لما وصل اكيد اثر عليه أثر عليه أكيد طبعا، يعني حصيلة بقى لغوية وحصيلة دينية وعلمية وأدبية، حاجة يعني إيه، بطريقة جميلة جدا يعني. بعد كده تحول مساره من التعليم الديني الأزهري إلى التعليم العام، ودخل الثانوية العامة. بعد كده التحق بكلية الآداب جامعة عين شمس، تحديدا قسم اللغة العربية، ونبغ فيه جدا وخد الليسانس. وبعد كده حضر دراسات عليا في نفس الكلية، وربنا كرمه وخد دراسات عليا، وبقى بعد كده انطلق في عالم الأدب. لكن خلال سنوات الدراسة بتاعته كان بيبدأ محطاته مع الشعر والشعر الغنائي. يعني مثلا هو بدأ يكتب الشعر وهو عنده 11 سنة، يعني تقريبا كان لسه في الابتدائي بدأ يكتب الشعر. وبدأ يكتب الشعر، كان بيكتب في البداية الشعر باللغة العربية الفصحى، ما كانش شعر غنائي. أصدر أول ديوان شعري له وهو كان عنده 17 سنة. كان لسه شاب صغير، كان لسه يعتبر صبي زي ما بنقول. وكمان أول أغنية يعني اتنشرت له، أو أول أغنية اتعملت له، كان سنه 18 سنة. والحكاية دي كانت حكاية عجيبة جدا، لأن أخوه الموسيقار حلمي أمين اللي كان نقيب الموسيقيين في فترة من الفترات، كان ملتحق بمعهد الموسيقى العربية اللي في الإسكندرية. تمام. حلمي أمين أخوه عبد السلام أمين كان بيدرس في الإسكندرية الموسيقى هناك. لما اتعملت إذاعة الإسكندرية واتنشأت سنة 1954، طلبوا من حلمي أمين إن هو يعمل لهم ألحان. أول ما استعان بمين؟ استعان بكلمات أخوه عبد السلام أمين. علشان كده ناس كتير بتستغرب اشمعنى كانت بداية عبد السلام أمين في اسكندرية. بدايته في اسكندرية تأثرا بوجود أخوه حلمي أمين هناك، لأنه كان بيدرس هناك في معهد الموسيقى بالإسكندرية. بدأت انطلاقة حلمي أمين وعبد السلام أمين من إذاعة الإسكندرية، وبعد كده جم القاهرة. بعدين الفترة اللي كانوا فيها في اسكندرية التقوا فيها هناك في بمين بقى؟ التقوا بالشجاعي، الراجل اللي هو المسؤول الإذاعي الكبير وفي عالم الموسيقى بالذات. وكمان التقوا بالفنان الكبير أحمد خميس. أحمد خميس كان مذيع في البي بي سي، وكان مذيع في الإذاعات الأجنبية، وجه هنا مصر وأنشأ إذاعة الإسكندرية بالاشتراك مع آخرين من الإذاعة المصرية. أحمد خميس كان شاعر، بجانب أنه هو كان إذاعي وممثل، كان شاعر كبير جدا. وأصدر ديوان اسمه ديوان الروابي الخضر، منه قصيدة الروابي الخضر اللي غناها الموسيقار محمد عبد الوهاب تحت اسم ليالي الشرق.
فكانت الحكايه كلها كده يعني ايه، مواهب كبيره جدا ومواهب مدفونه تفجرت من اذاعه الاسكندريه المحليه. وكان اول عمل ليه كان مسلسل سعد اليتيم في اذاعه الاسكندريه. هو عمل في اذاعه الاسكندريه اعمال كتير جدا، كان بدايتها سعد اليتيم. وبرضه نشوف سبحان الله الملحوظه ان هو بياخذ من التراث. سعد اليتيم هنا من التراث، واخد يعني بيستلهم التراث المصري والتراث العربي والتراث الإسلامي في أعماله كلها، سواء كانت أعمال إذاعية أو أعمال تلفزيونية بعد كده. طيب ده كان وجود قلنا يعني أخوه حلمي أمين أثر عليه إزاي؟ لكن عايزين نقول برضو باقي العيلة كانت فنية، يعني موسيقار محمد الموجي، إبراهيم رأفت، يعني برضو أثروا عليه بشكل أو بآخر برضو. هو يمكن علاقته كمان بمحمد الموجي وإبراهيم رأفت كانت علاقة كبيرة جدا جدا. إن كان الموسيقار حلمي أمين هو شقيقه، فالموسيقار محمد الموجي، وعلى فكرة هو أخو إبراهيم رأفت، يعني محمد الموجي وإبراهيم رأفت اختلاف الأسماء. اختلاف أسماء بس علشان إيه، الموجي خد الاسم العائلة وكده يعني. زي مثلا الفنان فؤاد شفيق والفنان حسين رياض، الاثنين أشقاء في نفس الوقت برضه. فالموجي ابن عم عبد السلام أمين. تمام. يعني محمد، يبقى خلينا بقى نقول محمد الموجي دلوقتي بقى. محمد الموجي ابن عم عبد السلام أمين، وبرضه وفي نفس الوقت ابن خالته. يعني الاثنين أشقاء متجوزين، اثنين أشقاء. والد محمد الموجي ووالد عبد السلام أمين اتجوزوا بنتين إخوات. فمحمد الموجي ابن عم عبد السلام أمين وفي نفس الوقت ابن خالته. وغير كده كمان الموسيقار محمد الموجي متزوج من أخت عبد السلام أمين الكبيرة. يعني الحكايه مش قرابه بس، لا ده قرابه ونسب طبعا وصداقه، وكمان يعني علاقه اسريه عائليه عائليه كبيره جدا. وكان في الوقت دوت يعني عبد السلام امين لسه ما كملش 20 سنه. عمل اغنيه، كتب اغنيه اسمها اللي روحي معاه، لحنها محمد الموجي. وهو بيلحن في الاغنيه حصل موقف طريف جدا، بس الموقف دوت بيبين لنا ايه هي الاسس اللي اتربى عليها الشاعر الكبير عبد السلام أمين والتزم بيها، وبقت من معتقداته الشخصية اللي هي الثبات عند المبدأ. عنده مبدأ وعنده ثبات في الموقف بتاعه، ما بيغيروش مهما حصل. في الوقت دوت كان لسه شاب صغير ما كملش 20 سنة. عمل أغنية اللي روحي معاه. الموسيقار محمد الموجي خدها لحنها لمين؟ لحنها للمطرب عبد اللطيف التلباني. عبد الحليم حافظ كان صديق لمحمد الموجي، راح له البيت، سمعه بيدندن بلحن الأغنية، عجبته جدا الأغنية، أراد إن هو يغنيها، طلبها من الموجي، قال له خدها من عبد السلام أمين. تمام. عبد السلام أمين في الوقت دوت كان صديق لعبد الحليم حافظ، وصديق شخصي ومقرب جدا. كانوا أصدقاء مع بعض بسبب محمد الموجي ووجوده في وسطهم وكده. لأن محمد الموجي كان صديق وزميل رحلة الكفاح لعبد الحليم حافظ. حصلت مشكلة وقتها أكيد. حصلت مشكلة طبعا. الموجي قال لعبد السلام أمين عبد الحليم عايز الأغنية. عبد السلام أمين قال لعبد الحليم أكتب لك غيرها، لأن ديت مكتوبة لعبد اللطيف التلباني، وأنا مستحيل أرجع في كلمتي معاها أبدا، مش هزعله علشان أغنية. عايز أغنية أكتب لك بدلها 10. عبد الحليم قال له أنا عايز ديت، قال له لا دي لا. وحصل موقف بعد كده شخصي ما بين عبد الحليم وما بين الشاعر والكاتب الكبير عبد السلام أمين، إن عبد الحليم ما غنلوش نهائي أبدا رغم الصداقة الشديدة اللي بينهم. نتيجة للموقف ده، نتيجة للموقف دوت عبد الحليم حطها في نفسه وزعل، ازاي ما تدينيش الأغنية. في نفس الوقت الشاعر عبد السلام أمين عنده موقف، عنده يعني يقين جواه، عنده معتقدات في داخله ان هو ادى واحد كلمة يستحيل يرجع عنها ابدا. وحصلت بعد كده معاه في مواقف تانية اخرى اتكررت بعد كده. المهم كان موقفه ثابت، والاغنية سمعت جدا وانتشرت جدا، وطبعا كان الفضل لكلمات عبد السلام أمين والحان الموسيقار محمد الموجي. وبرغم برضه خلينا يعني طبعا عبد اللطيف التلباني من يعني من المطربين المشهورين، لكن خلينا نقول ان شهرة عبد الحليم حافظ مش زي شهرة عبد اللطيف التلباني، واكيد ده كان واصل لعبد السلام أمين، ورغم كده اخذ الموقف ده. فيعني ده يعني الحقيقة موقف مش اي حد يقدر ياخد. ثابت عند موقفه وعند مبدأه. والكلام ده حصل وياه في مسلسل خامس الخلفاء الراشدين. كان بيعمل سلسلة إذاعية اسمها الخلفاء الراشدين. ولما جه عند الحلقات اللي هي عن عمر بن عبد العزيز، كان في خياله ان هو يقول نرشح عبد الله غيث
يعمل بطولة المسلسل الإذاعي ده. لأن عمر بن عبد العزيز اتعملت إذاعة وتلفزيون. أيوه صحيح. هو اللي كتبها برضه عبد السلام أمين، كتبها للإذاعة في الأول وكتبها للتلفزيون بعد كده. فكان في خياله إن هو يخلي عبد الله غيث هو البطل. تمام. لكن الإذاعة رشحت الفنان نور الشريف يقوم ببطولة المسلسل الإذاعي. وفعلا اتعمل المسلسل الإذاعي وسمع وانتشر جدا ونال شهرة كبيرة، وصارت صداقة بعد كده ما بين الكاتب والشاعر عبد السلام أمين والفنان نور الشريف. بعدها ب 15 سنة فكروا يعملوا مسلسل تلفزيوني عن عمر بن عبد العزيز. أول ما رشح نور الشريف لبطولة المسلسل. طبعا نور الشريف كان في الإذاعة موجود، كان في السينما موجود، كان في المسرح موجود، في التلفزيون يمكن قبلها عمل عملين 2 بس اللي هم القاهرة والناس ومسلسل هروب كان متصور بطريقة الفيلم. يعني بطريقة التصوير الفيلمي، ما كانش فيديو وحاجات زي كده يعني. المهم طبعا في مسؤولين في التلفزيون قالوا له نغير نور الشريف، قال لهم لا، يا نعمل المسلسل بنور الشريف يا إما أعمل لكم مسلسل غيره وده يتركن. نفس المبدأ بتاعه والثبات عند الموقف بتاعه. جميل جدا، يعني حلو قوي قوي الصفة دي الصراحة عنده. طيب لو قلنا بقى ان احنا جبنا سيرة المطرب الشهير عبد اللطيف التلباني، فنفتكر مع الناس يعني عمل من أعماله ايه الحلاوة دي، كلمات عبد السلام أمين، ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. دي ايه الطعمة دي، انا قلبي عنده حق لما شافك وده، انا قلبي عنده حق لما شافك وده، دلوقتي القلب احبك ما اقدرش اقول له لا، ما اقدرش اقول له لا لا. افتح للجنة افتح خلينا اتهنى وافرح، افتح للجنة افتح خلينا اتهنى وافرح، ده انا عشت العمر كله ماليش في الفرح مطرح، افتح للجنة افتح خلينا اتهنى وافرح، افتح للجنة افتح خلينا اتهنى وافرح، ده انا عشت العمر كله ماليش في الفرح مطرح، دلوقتي الدنيا فرحة بعينيك بتقول لي اصحى، دلوقتي الدنيا فرحة بعينيك بتقول لي اصحى، شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي، شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي، ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي ايه الحلاوة دي. الحقيقة يعني زي ما انتوا سمعتوا معانا، صوت جميل، أداء جميل، يعني كلمات جميلة، ألحان جميلة كانت لحلمي أمين شقيق عبد السلام أمين. يعني خسارة إن عبد اللطيف التلباني ما أخدش من الشهرة وما بياخدش حقه من حتى تكرار إذاعة أغانيه رغم حلاوة صوته دي. يعني خسارة إن في أجيال ما تعرفش أعمال عبد اللطيف التلباني، يعني خسارة بجد صوت زي ده. لو رجعنا للشاعر الغنائي عبد السلام أمين ونقول إنه دخل بقوة مجال الأغاني الوطنية، وكان حاضر دايما في مناسبات مصر المختلفة منها انتصارات أكتوبر، يعني على طول كان حاضر بأوبريتاته، وده غير بقى أغانيه الوطنية اللي غناها العدد، يعني غناها عدد من المطربين المشهورين. عايزين نقف عند المحطة دي تحديدا، دي يعني كانت من أوائل محطاته. هي فعلا كانت تعتبر من اوائل محطاته، يعني الشاعر والكاتب والمؤلف الكبير عبد السلام أمين متعدد المواهب. كانت بداياته قلنا لما خد الليسانس كلية الآداب جامعة عين شمس، اتعين معيد في الجامعة. معلش احنا بنستدرك لورا شوية.
وبنرجع بنذكر بعض الحاجات كده اللي مهمشه في حياته، مش كل الناس تعرفها. لا دي اسرار حلوه ان احنا نعرفها. يعني كان معيد يعني هو غريب، يعني اصل اللي بيبقى معيد في الجامعه ده بيبقى اخد يعني سكه كده ان هو هيمشي في الكادر ده، يعني غريبه جدا ان هو كان ماشي في كذا حاجه في نفس الوقت. يعني كده كمان نقل نقله ثانيه بعد ما تعين معيد في الجامعه، التحق بالسلك الدبلوماسي وعمل ملحقا ثقافيا للسفاره المصريه في روما عاصمه ايطاليا. يعني ملحق ثقافي كمان دخل في السلك الدبلوماسي، مش السلك الاكاديمي بس. أيوه. وطبعا تحصل على اللغه الايطاليه، عايش في روما، عايش في ايطاليا. تمام. فهناخد بس من كلمه يعني التحق بالسلك الدبلوماسي في ايطاليا وعمل ملحق ثقافي في السفاره هناك في روما، فطبعا اتعرف على اللغه الايطاليه وبدا يتكلم باللغه الايطاليه. يعني هو معلش بقى انا الحاجات مش بالترتيب بس طالما قلت انه كان في ايطاليا، هو اخذ وسام الاستحقاق في ايطاليا يعني برتبه فارس. ده كان في الفتره دي؟ لا خدها بعدها، لان كان لسه دي في بدايه شبابه يعني كده في بدايه حياته. في نفس الوقت المطرب سمير الاسكندراني، احنا هنوصل مع بعض بقى لمرحله الاغنيه الوطنيه. الاغنيه الوطنيه. المطرب سمير الاسكندراني كان بيعمل بالاذاعه المصريه في الوقت دوت، وكان بيقدم النشره باللغه الايطاليه في البرنامج الايطالي في الاذاعه المصريه. كان في حاجه زي البرنامج الاوروبي كده اسمها البرنامج الايطالي. كان بيقدم النشره الايطاليه. الاثنين التحقوا بالتجنيد سوا. الكلام ده كان سنه 1967 بعد نكسه يونيو، بعد الهزيمه. كانوا الاثنين مع بعض على الجبهه، اتعرفوا على بعض هناك. الثقافه الايطاليه موجوده عند الاثنين، الثقافه الفنيه موجوده عند الاثنين، واحد شاعر وواحد مطرب. عبد السلام امين بيكتب اشعار بتعرض في اذاعه الاسكندريه، سمير الاسكندراني، يعني الاثنين في زي توأمه بينهم وبين بعض. عبد السلام امين كتب اغنيه يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، سمير الاسكندراني حبها جدا، اراد ان هو يغنيها. الاثنين خدوا اجازه ونزلوا على هنا على التلفزيون، جم على الاذاعه والتلفزيون، قابلوا الاستاذ عبد الحميد الحديدي اللي كان في المسؤول كبير في الاذاعه والتلفزيون في الوقت دوت، وقالوا له الاغنيه هيت، عجبته الكلمات وعجبوا الصوت طبعا بتاع سمير الاسكندراني لان هو كان بيحبه جدا. الحق الاغنيه ديت بالموسيقار الكبير سيد مكاوي واسندها اليه وقال له انت اللي تلحن الاغنيه ديت. اتلحنت الاغنيه واتغنت الاغنيه. كان سمير الاسكندراني مجند، كان الشاعر الكبير عبد السلام امين مجند، كانوا لسه شباب صغيرين. واللي لحنها سيد مكاوي. ولسه عايشه لحد النهارده من الاغاني 1967 من الاغاني اللي نجحت، حققت نجاح كبير ولسه بتتذاع لحد دلوقتي الحقيقه. مختلف الاجيال يعني سمعوها جيل الستينيات، السبعينيات، الثمانينيات، التسعينيات، الالفينيات، لحد النهارده الاغنيه ديت مسمعه، لان كتبها عبد السلام امين وهو على الجبهه، ما كتبهاش وهو قاعد على مكتبه في التكييف او المراوح شغاله. فرصه ان احنا نسمعها بقى، يعني نسمع اغنيه يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس لسمير الاسكندراني ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه. يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل، واللي غيرنا ما نحتاج. فدادين سنابل تحضن فروعها الأيادي وتبوس جذورها المناجل، اجعلني حبة تفرع وتبقى فدادين سنابل تحضن فروعها الأيادي وتبوس جذورها المناجل، وابدر على الناس محبة وبسمة في كل دار، وابدر على الناس
اجعلني طوبة يعلو بيها جدار، يعلو بيها جدار. من الأغاني الشهيرة والمحفوظة الحقيقة يعني. لو قلنا بقى المحطة الطويلة واللي وقف فيها عبد السلام أمين وتميز وبرع فيها، وهي مرحلة الفوازير. الحقيقة كان عامل ثنائي مع المخرج الشهير فهمي عبد الحميد، اللي بنقول دايما هو مخرج الفوازير الأول واللي مش هيتعوض، واللي استمتعنا معاهم مع عبد السلام أمين وفهمي عبد الحميد بأجمل فوازير شهر رمضان، واللي قام ببطولتها بقى نيلي شريهان، سمير غانم، دخلنا على فوازير مناسبات، يحيى الفخراني، صابرين، هالة فؤاد. يعني مجموعة من الفوازير الحقيقة ما تتنسيش، وعلامات، يعني علامات في التاريخ الكتابة الغنائية للشاعر الكبير عبد السلام أمين. دي حقيقة. يمكن بداية الشاعر الكبير عبد السلام أمين مع الفوازير كانت بداية عجيبة جدا. في البداية بعد مرحلة الفوازير بتاع ثلاثي أضواء المسرح، زي ما حضرتك قلت كده، فهمي عبد الحميد عمل فوازير نيلي وشريهان وسمير غانم وغيره، بعد كده بقى مدحت صالح، يحيى الفخراني، صابرين، هالة فؤاد وغيرهم. يعني المهم المقصد، فهمي عبد الحميد جه فكر في فترة من الفترات ان هو ينقل دراما ألف ليلة وليلة الإذاعية، ينقلها للتلفزيون. ففكر ياخد نفس الأحداث اللي كانت بتعرض في الإذاعة ويعرضها في التلفزيون. نفس الأحداث، ما يكتبش حاجة جديدة، نفس الحكايات هي واللي كان بيكتبها عبد الفتاح مصطفى للإذاعة، اللي كان بيكتبها طاهر أبو فاشا. طاهر أبو فاشا وعبد الفتاح مصطفى. عبد الفتاح مصطفى كان شاعر، لكن كان بيكتب أغاني وحاجات تانية، لكن ألف ليلة وليلة الحلقات كان بيكتبها طاهر أبو فاشا. طاهر ابو فاشا طبعا. لا مظبوط، طاهر ابو فاشا، بس برضو عبد الفتاح مصطفى هو صاحب الفكره اصلا. الفكره دي موضوع تاني، انا بتكلم يعني على الكلمات اللي صاحب فكره ان تعمل فوازير للاذاعه كان عبد الفتاح مصطفى. يعني اول من عمل فوازير، وبعد كده طاهر ابو فاشا اللي خد بقى منها ألف ليله، حلقات ألف ليله. أيوة، طاهر ابو فاشا. لكن فكره فوازير رمضان كانت عبد الفتاح مصطفى، لكن ألف ليله وليله تحديدا كانت ابو فاشا، طاهر ابو فاشا. فانا بتكلم على ان عبد السلام امين وفهمي عبد الحميد اتفقوا الاثنين مع بعض ان هم ياخدوا حلقات ألف ليله وليله بتاعه طاهر ابو فاشا بدون تعديل الكلمات اللي فيها. الحوار هو نفس الكلمات، أيها الملك السعيد والعقل الرشيد، نفس الكلمات على لسان. يعني السجع ده بتاع عبد السلام أمين ولا بتاع طاهر أبو فاشا؟ لا، طاهر أبو فاشا. ما أنا بثبت الحكاية دي بقى، بنتكلم وبنقولها علشان برضو بعض المواقع وبعض المصادر بتقول إن عبد السلام أمين كتب حلقات ألف ليلة وليلة. لا، هو كتب السيناريو بتاعها. يعني إيه كتب السيناريو بتاعها؟ طبعا إحنا قاعدين بنسمع الإذاعة، الحلقات في الإذاعة، بنسمع وبنتخيل حاجات بنسمعها، بنتخيل اللي بنسمعه. عبد السلام أمين نقل الدراما الإذاعية لدراما تلفزيونية. عمل حكاية السيناريو، يعني نقل الصوت لصورة، يعني عملها صورة، جسد الصوت لصورة. هو اللي عمل السيناريو، نحط هنا كنبة، نحط هنا فازة، نحط هنا مش عارف ايه، الحاجات دي كلها عملها عبد السلام أمين. هو اللي عمل السيناريو بتاع الحلقات بالاحتفاظ بالحوار هو. أضاف جديد بقى، ايه هو اللي أضافه؟ ان هو بدأ يحط بعض الأغنيات التي تعبر عن بعض المواقف الدرامية في حلقات ألف ليلة وليلة. يبقى هنا دخل الأغنية مع ألف ليلة وليلة، كتب الأغنية بتاع المقدمة، كتب الأغنية بتاع النهاية، كتب الفزورة اللي بتتقال بعد ألف ليلة وليلة. يبقى عبد السلام أمين هنا في بدايته كان بيكتب الفزورة، لكن مش هو اللي كان كاتب حلقات ألف ليلة وليلة نفسها. اللي كان بيكتبها طاهر أبو فاشا. اتعملت الحلقات وسمعت، بعد كده اتطورت، بقى عبد السلام أمين يكتب الفزورة نفسها مع الوقت. بقى يكتب الفزورة يعني ألف ليلة وليلة نقدر نقول إن هي رؤية تلفزيونية كتابية كانت لعبد السلام أمين، لكن الكتابة في الأصل والحوار كان طاهر أبو فاشا. عبد السلام أمين بقى ابتكر لغة جديدة في الأغاني بتاعة الفوازير. يعني نشوف مع بعض كده، كان له تقاطيع وتراكيب كده للكلمات اللي بتتقال، كانت على لسان الناس كلها. كانت مصر كلها بتشتغل كل سنة وتقول يا ترى شريهان هتقول لنا ايه السنة دي، يا ترى هتقول كلمة جديدة ايه السنة دي. يعني مثلا من بعض الكلمات اللي انا فاكرها، ضربوك كان بيتي،
كانت مصر كلها مختلفة على الكلمة دي. هي يعني بتقول ايه؟ ايه؟ يعني ايه دي؟ هي بتقول ايه؟ الناس كانت تقول دار ابوك كان بيتي، كانوا بيقولوها كده. كانت بتقولها بطريقة واللحن بتاعها ضربوك كان بيتي، ضربوك، وتقعد تعيدها اكتر من مرة. في الاخر خالص طلع الشاعر الكبير عبد السلام امين وفسر لنا المعنى وقال انا اقصد ضربوك نبيتي، يعني طبلة لونها نبيتي. كان يقول مثلا ايه؟ شهري كلم شهري، علم شهري، سلم شهر، لما وصلنا لأجمل شهر. تراكيب وكلمات جميلة جدا كان بيكتبها عبد السلام أمين، وكانت بتنتشر على ألسنة الناس. كل سنة كان يطلع كلمة جديدة تفضل ماسكة مع الناس لحد السنة اللي بعدها. تمام. طب تعالى نفتكر أعماله. سنة مع الفوازير. تعالى نفتكر يعني بعض أعمال الشعر الغنائي عبد السلام أمين في ألف ليلة وليلة لشريهان. كان يعني الجمال كان فين بالظبط في الفوازير دي؟ يعني هل كان في شريهان، هل في عبد السلام أمين، هل في فهمي عبد الحميد، هل يعني ما تعرفوش بجد، ولا مصمم الاستعراضات؟ يعني كانت كلها كده عاملة زي لوحة كل واحد بيأدي دوره عشان تكتمل وتبقى بالحلاوة دي والتأثير ده وتكون عبرة للأجيال بالشكل ده. يعني أنا أعتقد أن الفوازير دي لو بتتذاع دلوقتي هيكون ليها نسبة مشاهدة عالية جدا، نتيجة انه لسه فيها الابهار، لسه فيها حلاوه الصوره، الكلمات، الالحان، الاخراج، الرقصات الحقيقه، والرشاقه، يعني رشاقه يعني الفنانه الجميله شريهان. ودي كانت الف ليله وليله. زي التتر اللي احنا جبناه مثلا، ده تتر ألف ليلة وليلة، ده عبد السلام أمين. عبد السلام أمين طبعا. لكن الحلقة اللي جوه أو الحدوتة والسجع اللي كان بيتم بلغني أيها الملك السعيد والرأي الرشيد ده طاهر أبو، عشان نقدر لكن التتر ده طبعا عبد السلام أمين. طيب، وفوازير بعد كده برضو اشتغل مع نيلي ومع سمير غانم. تمام. لا، سمير غانم كان عبد الرحمن شوقي. ما كانش عبد السلام امين. ما اشتغلش خالص. ما اشتغلش خالص فوازير مع ما اشتغلش معاه في التلفزيون المصري فوازير خالص. فوازير لكن عمل فوازير في نفس الوقت. عمل فوازير في محطة خليجية. عمل فوازير كانت اسمها قيس وفي البلاد العربية. كان قيس بقى بيبحث عن ليلى، كل مرة يروح بلد من البلاد، وقام ببطولتها الفنان الكبير عبد العزيز مخيون. كان كتبها برضو الشاعر الكبير عبد السلام أمين. يعني عمل فوازير كتير في مصر وخارج مصر. وبرده كان ليه وقفة مع الفنانة نيلي، لأنه عمل معاها فوازير عالم ورق. دي كانت من الفوازير الشهيرة اللي رجعت برده نيلي تاني بعد ما كانت بعد غياب سنوات. يعني سابت الفوازير فترة. يعني ورجعت. فهل مين اللي أقنعها؟ هل كتابة عبد السلام أمين؟ هي كانت روحها في الفوازير أساسا، وكانت بتحب الفوازير. وطبعا كلمات عبد السلام أمين ما حدش يقدر يبعد عنها. يعني عبد الحليم كان نفسه يغني له، احنا لسه بنقول. فهي كلمات عبد السلام أمين بتفرض نفسها على الجميع، بتفرض نفسها على أي حد. الناس كلها كانت تتمنى تغني له. فهي فعلا حبت كلمات عبد السلام أمين يعني، وكان نفسها تغنيها وتشتغل في العمل من أعماله يعني. طيب، ممكن نجيب جزء من فوازير عالم ورق. ماشي. للفنانة الجميلة نيلي، وكانت طبعا كلمات عبد السلام أمين، ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. قلب النبات ورق ورق، صبيان بنات والقلب رق، اتكونوا وتورقوا وتلونوا وتفرقوا، فرق 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 فرق، ورق 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 ورق. أوراق جدتي فيها حياتها، هقراها واشوف ايه حكايتها وايه رحلتها على الورق. حقا حقا انه حقا انه ايه عالم ورق، عالم ورق، عالم ورق، ورق عالم ورق، عالم ورق، عالم ورق، عالم ورق، ورق عالم ورق.
أهلا بحضراتكم مرة تانية. طبعا شفنا أداء نيلي الرشيق. طبعا الألحان كانت عمار الشريعي، يعني كان واضح لمساته في اللحن، والحركة الشهيرة اللي بتعملها نيلي بالكرسي وتدوس الناس وقتها افتكروا إن حركة سهلة. فأنا أفتكر وقتها إن في ناس كتير عملتها وحصل عدد من الكسور والإصابات، لأن دي تدريب مش حركة بسيطة ولا حاجة. يعني هي عملتها بمنتهى البساطة، فادت إيحاء للناس إن يعني حركة سهلة. فاللي حصل إن ناس كتير يا عيني حصل لها كسور وإصابات نتيجة حركة نيلي الشهيرة بتاع إنها تقلب الكرسي برجلها يعني. خلصنا المرحلة بتاعت شريهان ونيلي، وجه الحقيقه سمير غانم. حضرتك قلت ما عملش مع الشاعر الغنائي عبد السلام امين، لكن كانوا هما الثلاثه خلاص تركيبه اتعود عليها الناس وادمنوها. يعني احنا ادمنا. يمكن حتى انا بقول سمير غانم كان عنده حته انه كان في تحدي، انه اللي قبله كان فنانات يعني سيدات، وان هو يدخل المجال ده صحيح. كان في تحدي ونجح فيه، لكن كان ماشي في سكه الاستعراض برضه، لكن مشي لانه خفه دمه الحقيقه اللي مش هتتكرر. فالناس صحيح. برضه قبلته، وخلاص بقوا هم الثلاثه ايقونه الفوازير. صحيح. وفضل يعني فضلوا كده الوقت. جت بعدها بقى فوازير المناسبات. الحقيقه الفنان الذكي الرائع برضه يحيى الفخراني، يعني من الفنانين انا بحبهم جدا الحقيقه، كان ذكي جدا لما عمل فوازير المناسبات، لان هو يعني قال تصريح وقتها انه يا جماعه ما تتعاملوش معاها على انها دي فوازير رمضان، مش استعراض هنا، مش اتعاملوا معاها احنا عاملينها كانها مسلسل. ايوه ودي حقيقه، يعني وكانه بيمهد للناس ان هو يعني يبداوا يستعدوا عشان ما يقفلوش من الاول. أيوة. يبداوا. وكانت الحقيقه مختلفه، وكانت برضو تحسب في تاريخ الشاعر الغنائي عبد السلام امين. فكلمنا بقى عن المرحله دي. حقيقه هي الفكره بتاعتها كانت جميله جدا، يعني فكره المناسبات وكده. ويحيى الفخراني نجم تلفزيوني معروف ومحبوب، صابرين الشقاوه، هلا فؤاد الشقاوه، والجميل والجميل كمان بقى ان كل واحده فيهم كانت بتطلع حلقه. الناس كانت بتستنى الموقف ده، وبتستنى مره صابرين مره هلا فؤاد اما نشوف دي هتعمل ايه، طب دي هتعمل ايه، ومين الاشطر، وكان في منافسه كده. وكان الجميل فعلا زي ما حضرتك قلت كده ان الموضوع بتاعها كان موضوع تمثيلي، قصه تمثيليه، زي مسلسل كده، حلقات متصله منفصله. ما كانش حته الاستعراض هي الاساس، الاستعراض كان جاي على الهامش داخل الحلقات دي. فكانت الفكره جميله جدا ومحبوبه وبسيطه، وده يبين مدى عظمه عبد السلام امين، ومدى ان هو التفرد بتاعه انه بيكتب في جميع المجالات، مش منحصر في سكه واحده بس. يعني اللي يكتب يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، واللي يكتب على عيني يا حبة عيني الأغنية العاطفية، هو اللي يكتب الأغاني بتاعة الفوازير ديت، وهو اللي يكتب الاستعراضات ديت. محدش يقدر على الحاجات ديت إلا واحد متفرد زي الكاتب والشاعر الكبير عبد السلام أمين. لحد النهاردة الناس عندها يعني الحنين للماضي اللي احنا بنقول عليها النوستالجيا. الناس تفتكر الفوازير ديت شريهان، نيلي، سمير غانم، وفي نفس الوقت نفتكر فوازير المناسبات، ومن اسمها نفسه بنفتكرها في جميع المناسبات. يعني كل حلقة فيهم كانت بتمثل مناسبة بتمر بعمر البني آدم مننا. لحد النهاردة الناس تفتكر الفوازير ديت، ولحد النهاردة مسمعة ومعروفة مش في مصر بس، لا في العالم العربي كله كمان. طيب يلا نفتكرها مع بعض. أنا أصلا بتبسط قوي قوي لما بتفرج على الحاجات اللي أنا كنت بتفرج عليها زمان. نتفرج على فوازير المناسبات ونرجع معاكم مرة تانية. ولا ألف هلال زي هلال، سنة حلوة علينا وعلى الكل، مع كل هلال جاي يطل. سنة حلوة علينا وعلى الكل، مع كل هلال جاي يطل. يلي 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 شايفنا، يلي 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 سامعنا، يلي 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 في أي مكان متابعنا، يلي السهرة الحلوة الدلعانة اللي الرؤيا الجوالون. لما هلال العيد بيهل، سنة حلوة علينا وعلى الكل. لما هلال العيد بيهل، سنة حلوة علينا وعلى الكل.
كانت جميلة جدا، وكانت ألحان الموسيقار حلمي بكر. دلوقتي نخلص بقى محطة الفوازير، عايزين ندخل على محطة الأغنية الدينية، لأنها يعني برضو كانت أساسية. يعني مش بس سمير الاسكندراني اللي غنى يعني أغاني دينية كتبها الشاعر والمؤلف عبد السلام أمين، لكن الحقيقة كان ليه أوبريتات وكان ليه أعمال الحقيقة دينية وتاريخية كتيرة جدا، فعايزين نقف عند المحطة دي. هو يمكن دراسة والتراث المخزون اللي جوه الشاعر والكاتب عبد السلام أمين أثر عليه في كتاباته. يعني الحصيلة العلمية والثقافية والتراثية اللي كانت جواه ديت، والمعلومات اللي استقاها طوال حياته ظهرت في كتاباته للأغنية وللمسلسلات وللدراما الإذاعية والتلفزيونية بعد كده. يعني احنا اتكلمنا على انه هو عمل مسلسلات دينية وعمل مسلسلات تاريخية مستقاة من التراث المصري والعربي والإسلامي، عرضها في الإذاعة وفي التلفزيون. كمان الأغاني بتاعته، يعني احنا بنقول عمل أغاني لشريهان ونيلي ويحيى الفخراني وصابرين وهلا فؤاد والناس دي كلها. كمان هو اللي كتب الأغنيات الدينية اللي كانت بتبدأ بسبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك للمنشد الكبير سيد النقشبندي. وكانت دي بدايته. الناس كلها بتعلق وبتركز على أعمال سيد النقشبندي مع الموسيقار بليغ حمدي اللي هي مولاي، كانت جميلة جدا بصراحة، كانت رائعة يعني جميلة جدا. لكن ما ننساش ان بدايته كانت مع عبد السلام أمين وحلمي أمين في ابتهالات إذاعية. يمكن الناس علشان ما كانتش بتستمع للإذاعة قوي، فيمكن التلفزيون اللي كان بيشهر قوي الأغاني. ما هي دي حقيقة، واتعملت اتصورت سبحانك ربي سبحانك اتصورت. لكن أنا بتكلم على إن التعليق دايما والتركيز دايما على مرحلة سيد النقشبندي مع بليغ حمدي. احتمال برضو، لأن دي معدل إذاعتها كانت كتيرة جدا. يعني مولاي دايما كل رمضان مثلا. ما هي دي حقيقة بتتذاع كتير. وسبحانك ربي سبحانك بتتذاع برضه. لكن أنا بتكلم على إن بقى هنا إيه، الإعلام لابد يركز على المرحلة ديت، على مرحلة بداية عبد السلام أمين. كان لسه صغير في السن، كان حلمي أمين صغير في السن مع الشيخ سيد النقشبندي. هم اللي خدوا بإيده وأظهروه على الساحة. وبعد كده بقى تلقفوا بليغ حمدي طبعا بأمر هو ما كانش عايز يتعامل مع بليغ حمدي أصلا يعني كده. فاحنا بنقول عبد السلام أمين كان له سكة كده في كتابة الأغنية، يعني بتفرد زي بالظبط سكته المتفردة في كتابة الأعمال الدرامية. يعني احنا بنقول مثلا لما عمل مسلسل هارون الرشيد أنصف هارون الرشيد. كل الناس اللي كانت بتكتب عن هارون الرشيد قبل عبد السلام أمين كانوا بيظهروا بقى واحد بيهتم بالملذات، بيهتم بالنزوات. لكن عبد السلام أمين أظهره وأظهر الجانب الروحاني جواه، الحاجات المخفية. مفيش حد أنصف هارون الرشيد بقدر ما أنصفه الكاتب والشاعر عبد السلام أمين في المسلسل بتاعه، مسلسل هارون الرشيد. عمر عبد العزيز بنفس الطريقة، لدرجة أن الممثل والفنان الكبير نور الشريف أوصى، بيقول لو مت أوصى المسؤولين عن الإعلام في مصر والعالم العربي، قال لهم يا ريت تذيعوا مشهد النهاية بتاع مسلسل عمر بن عبد العزيز، مشهد الوفاة زعوه يوم ما موت، زعوا المشهد ده. وفعلا زعوه وأثر جدا في الناس كلها اتفرجت على المشهد دوت وعمر بن عبد العزيز بيموت. وطبعا تذكروا نور الشريف بالخير. المقصد ان الشاعر الكبير عبد السلام أمين كان له لغة متفردة وكلمات متفردة في جميع كتاباته، حتى الكتابات الدينية. عمل أم النبي الياسمين الخيام، يعني سكة تانية بقى. سبحانك ربي سبحانك تعتبر ابتهال. هنا بقى أغنية وأغنية كانت جميلة جدا ومسمعة لحد النهاردة. ياسمين الخيام اعتزلت. أداء كان رائع الحقيقة، كصوت ألحان. يعني يمكن هو كان متعود يتعامل مع حلمي بكر وعمار الشريعي حلمي أمين. نسمع دلوقتي أم النبي ياسمين الخيام وكلمات عبد السلام أمين وألحان جمال سلامة، ونرجع معاكم مرة ثانية. حياتنا وتوهبي طه الحبيب أطهر وليد أفضل صبي وأجمل صبي. طه الحبيب أطهر وليد أجمل صبي وأعظم نبي. طه الحبيب أطهر وليد أجمل صبي وأعظم نبي. طه الحبيب أطهر وليد أجمل صبي وأعظم نبي.
نوره في أحضانك لما كما السما بدر السما ولحظة الميلاد ألم والأم الصبر ومرحمة نوره في أحضانك. وكان تعاون رائع الحقيقة في الأغنية دي، وموسيقار يعني الموسيقار جمال سلامة ادى كمان للكلمات والأغنية وألحانه ادالها الحماسة والقوة والانتباه. يعني موسيقى جمال سلامة برضو غير، يعني بتخليك تحس انت لازم تنتبه، لازم مشاعرك مع الصوت القوي الوطنية ياسمين أو الفيام. الدينية أو كده لازم تنتبه، لازم حقيقة. مش كده، مش تعدي عليك. يعني الألحان أصلها أنواع يعني. دي حقيقة. فدي نوع طبعا. والكلمات الرائعه للشاعر الغنائي عبد السلام امين الحقيقه كانت من الاغاني اللي الناس يعني بتردد الكلمات لحد يعني النهارده. لحد دي حقيقة. النهارده الحقيقه. ودي كانت من المحطات المهمه جدا. صحيح. ولو رحنا بقى عشان نلحق، لان محطات عبد السلام امين كتيره جدا جدا، عايزين نتكلم عن الأطفال، لأنه الحقيقة كان عمل أعمال كتيرة خاصة بالأطفال، سواء بقى برامج أوبريتات يعني. فعايزين نتكلم عن المحطة دي تحديدا وإزاي يعني أضاف ليها عبد السلام أمين. احنا بنقول ان هو كاتب وشاعر متعدد المواهب وله محطات كتير جدا. كتب الأوبريتات، كتب الليلة المحمدية اللي غنى فيها يعني معظم مطربي مصر والعالم العربي، والأوبريتات بتاعت احتفالات حرب أكتوبر. يعني مين يصدق كده لو قلنا ان عمرو دياب غنى من كلمات الشاعر عبد السلام امين، علي الحجار، ناس كتير جدا جدا، مش عايز اقول اسماء حد عشان ما ننساش، محمد الحلو وغيره، محمد العزبي، محمد ثروت، محمد رشدي غنى اغنيه يا بركه رمضان خليكي في الدار. ايوه، اغنيه رمضانيه جميله جدا هنسمعها قريب كده ان شاء الله. قريب الشهر الجاي ان شاء الله. الامه الاسلاميه والعربيه كلها بخير وسلام يا رب. وحضرتك طيبه. عبد السلام امين كتب للاطفال، كتب اوبريت جميل جدا، مش اغنيه بقى، اوبريت جميل جدا اسمه سنه اولى اول. اتعمل الاوبريت دوت، يمكن انا فاكره كنت لسه يعني في بدايه الشباب وكده، والاوبريت ده كان جميل جدا، اتصور في منطقه جنينه الحيوانات، وكانت المطربه الكبيره ليلى نظمي، وكان معها اطفال احدى المدارس الخاصه كانوا موجودين بالزي المدرسي بتاعهم الجميل دوت. والاوبريت كان فيه تقريبا على ما اظن كده 5 اغنيات داخل الاوبريت، اغنيه عن المدرسه، واغنيه عن الفيل ابو زلومه، ونونو يا نونو، وجوائز للشطار لحد النهارده بنقولها وبنغنيها للاطفال بتوعنا كده في المدارس لما بنيجي نديهم جوائز ولا حاجه. فالشاعر عبد السلام امين كتب اغنيه جميله جدا اللي هي الاوبريت دوت، اغنياته كانت جميله جدا. كمان كتب اغنيات البرنامج التلفزيوني أجمل الظهور اللي قدمته الفنانة والإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، وكان بيحض في البرنامج دوت على الأطفال إن هم يتصفوا بالصفات الطيبة. اسم البرنامج أجمل الظهور. كل يوم كانت بتقدم زهرة بتعبر عن صفة من الصفات الطيبة اللي واجب ان الناس او الشباب او الاطفال في الوقت دوت يستفيدوا منها ويتصفوا بيها. فكانت دايما كتابات عبد السلام امين بتقدم المتعة وفي نفس الوقت بتقدم المعلومة وتقدم القيمة وبتقدم الرسالة. كانت كلماته سواء الدرامية او في الاغاني بتاعته بتقدم رساله وبتحمل معنى كبير جدا لسه عايش لحد النهارده. اكيد. والوقت الصراحه كان مناسب جدا لاعمال عبد السلام امين، لانه الاطفال وقتها كان في بساطه، يعني بساطه في الحياه وفي بساطه في التفكير، فقد كده كانت مؤثره جدا الحلقات دي في الاطفال. نشوف دلوقتي تتر برنامج اجمل الزهور، نجوى ابراهيم والحان الموسيقار الجميل هاني شنوده وكلمات عبد السلام امين، ونرجع معاكم مره ثانيه. فتحي يا زهور فتحي واضحكي للنور وافرحي وافتحي قلبك افتحي بنسمع عبير وريحة حرير بتقول يلا نرجعي واصحي وصحصحي واضحكي وافرحي فتحي 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 يا زهور. ماما نجوى يا ماما نجوى نعمل عيون ماما نجوى لو تسمحي أقطف زهرة الزهرة دي زيك حلوة ليه تقطفيها وتجرحيها خليها في عودها تفضل خدودها
شوفيها لما تشوفيها هتفرحي، ونقول يا زهور اصحي وصحصحي واضحكي وافرحي، فتحي 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 يا زهور. الحقيقة يعني كل أعماله زي ما قال النقاد بتمتاز بوضوح الفكرة، سلامة اللغة، وبساطة التراكيب. يعني يمكن دي يعني أهم يعني آراء النقاد في أعمال عبد السلام أمين. دي حقيقة يمكن واضحة في أغانيه وواضحة في أعماله الدرامية كمان. يعني يمكن في المسلسلات بتاعته ما نلاقيش مثلا كلمة زي ثكلتك أمك، ما نلاقيش كلمة زي خسئت، ما نلاقيش كلمة زي ويحك يا حنظلة. الكلام ده ما بيكتبوش هو، لأن الناس اللي كانت بتكتب قبله كانوا بيستقوا من المراجع التاريخية ويجيبوا الكلمات بالنص بتاعها ينقلوه من المراجع ويحطوه في الأعمال الدرامية. عبد السلام أمين كان بيستخدم في أعماله الدرامية هنا بقى، كان بيستخدم التراكيب البسيطة، الكلمات العادية الدارجة اللي على لساننا، ولكن كان بيكتبها بالفصحى المصرية العادية. الكلام ده كان بيستخدمه في أعماله الدرامية، وكان بيستخدمه في كتابة أغانيه كمان. علشان كده أعماله لسه عايشة معانا لحد النهاردة، وهتعيش كمان وكمان بإذن أكيد الله. أكيد دي أكيد حاجة أي أكيدة. أعمال جيدة بتكون يعني عابرة للأجيال. دي حقيقة. بجد يعني دي حقيقة. وفي اعمال موسيقيه وغنائيه هتكون عابره كمان للقارات مش للاجيال بس، يعني هتسمعوها في قارات فعلا تانية، مش بس محدوده في مصر، لا هتلاقوها طلعت بره مصر الدول العربيه، وبعدين تشوفوها بره للجاليات عربيه في قارات تانية في دول تانية. فده اللي بيحصل لما العمل يكون جيد. الحقيقه عبد السلام امين كان لازم نتكلم عنه ونفرد له فقره من برنامجنا، واخد عدد من الجوائز يعني الحقيقه اللي كان بيستحقها زي جائزه نجيب محفوظ، يعني وسام الاستحقاق من ايطاليا وغيرها. يستحقوا أكتر واكتر يعني. اكيد دي اكيد حقيقة. اكيد. وكل ما ندور في اعماله هنلاقي كنوز الحقيقه من اعمال عبد السلام امين. احنا في ختام حلقتنا النهارده بنشكر ضيفنا الناقد الفني والباحث في التراث الفني الاستاذ خطاب معوض. شكرا لحضرتك. العفو يا فندم. نورتنا. شرفت شكرا الله شكرا يخليك ليك. يا رب. وبقول لمشاهدينا يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة، ونشوفكم السبت الجاي الساعة 8:30 حلقة جديدة من جيل ميوزك، موسيقى الجيل. تصبحوا على خير.